السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في سعادة، يا رب تكونوا في أتم صحة. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. قبل ما نبتدي الوصفة هنسمي الله ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. وصفة النهاردة يا جماعة رهيبة، حرفيا رهيبة. طبعا الجو حر وعايزين حاجة كده ساقعة ولذيذة ترطب علينا في الجو الحر اللي احنا فيه. طبقات كده جميلة من السعادة والجمال بصراحة، يعني حلوة قوي. الوصفة عبارة عن ايه؟ معايا منجايتين كبار او منجايه واحده بس تكون كبيره كده، النوع طبعا اللي انت بتحبيه، المانجا اللي انت بتحبيها اعمليها في الوصفه ديت. بس عايزين مانجا ما تكونش طريه ولا تكون ناشفه، يعني مظبوطه كده وحلوه طعمها حلو. طبعا هغسلها كويس جدا جدا وهقشرها وهقطعها قطع. قطعها بقى على بلانش، قطعها على ايديكي زي ما انت تحبي يا ست الكل، زي ما تحبي. طبعا قطعتها مكعبات صغيره. وهجيب معايا بقى كيس بسكوت، اي نوع بسكوت بتحبيه حطيه في الوصفه ديت. معاكي بقى كاسات، كوبايات، اطباق، اي حاجه بتحبي تاكلي فيها بقى ايه هنعمل فيها الوصفه الحلوه ديت. هحط في كل طبق 3 بسكوتات وهقطعهم بقى ايه قطع صغيره. ومعايا معلقتين كبار لبن مدوبه فيهم نص معلقه سكر. هنضيف في كل طبق معلقتين صغننين خالص لبن. حابه تعملي خطوه اللبن دي اعمليها، مش حابه براحتك. بس هي كل اللي فيها ايه بتخلي الطبقات كلها كريمي دايبه. لو مش عايزه تضيفي خطوه اللبن عادي، الوصفه بردك حلوه مش وحشه. طبعا ضفت على طبقه البسكوت قطع المانجا. وبعد كده هعمل معاكم بقى ايه الكراميل. الكراميل هنا سهل جدا عمايله وطريقته حلوه قوي. معايا كوبايتين لبن وكيس واحد بس من بودره الكراميل. طبعا بودره الكراميل بتبقى فيها سكر بتاعها، احنا مش هنضيف سكر طبعا. والكراميل طبعا هنضيفه على اللبن وهرفعه على النار طبعا مع التقليب المستمر. الكراميل هنا طبعا بنقلبه على طول لحد ما يغلي. الكراميل عندي هنا ما بيتقلش. الكراميل ما بيتقلش على النار يا جماعه، بيتقل لما بيدخل التلاجة بيتماسك ويتقل. فهنا بس احنا هنغليه بس مش اكتر. طبعا غلي معايا وكان فايض معايا كام واحده بسكوت ضفتها على الكراميل. طبعا هضيف الكراميل في الكاسات بتاعتي او الاطباق بتاعتي. وهدخلها التلاجة لمده نص ساعه بس ايه تتماسك عشان هنعمل اخر طبقه. جربوا الوصفه دي يا جماعه، لذيذه قوي وحلوه ان شاء الله تعجبكم. اخر طبقه عباره عن ايه؟ كيس جيلي مانجا. هضيف كيس الجيلي مانجا على نص كوبايه ميه مغليه. طبعا هقلبها كويس جدا جدا لحد بودره الجيلي ما تدوب معايا. واضيف عليها نص كوبايه ميه عادي من الحنفيه او ميه متلجه. وبعد كده هضيف في اخر طبقه على ايه على الكراميل طبعا بعد ما تماسك معايا. طبعا هدخل الكاسات او الاطباقه دي في التلاجة لمده 4 ساعات 5 ساعات لحد ما تتماسك معايا وتسقع طبعا. ودوقي بقى احلى احلى طبقات كده من السعاده واللذاذه. وصفه ان شاء الله سهله جدا 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 جدا، مش هتاخد معاكي اي وقت. حرفيا طعمها حلو، جربوها وقولي لي رايكم في التعليقات في الكومنتات. واللي ما داس لايك يدوس لي لايك بقى من ايديه الحلوه كده. واللي ما اشتركش في القناه يشترك. وعشان عيلتنا كده تكبر بيكم احلى عيله. ربنا يحفظكم يا رب، وكل نفس في حاجه ربنا يا رب يديها له. بس بوريكم هنا الجمال بصراحه حلو قوي. جربوها ان شاء الله تعجبكم. ان شاء الله اشوفكم في وصفه جديده. اسيبكم في حفظ الله، مع الف سلامه، مع السلامه.